مرحبا. السلام عليكم. في هذا المداخلة راح نتكلم إن شاء الله على الزوبعة الإعلامية اللي أثارها المخابرات المغربية حول صفقة صواريخ هذه المنظومة هذه اللي اسمها الهيمرس الأمريكية، وفي نفس الوقت استغلتها المعارضة الإسبانية في حملتها الانتخابية. إذن غادي نتكلموا على واحد النقاط وما راح نطولوا في المداخلة إن شاء الله. منظومة الهيمرس هذه هي منظومة باعوها الأمريكان الأوكرانيا، وهي منظومة صواريخ، يعني عبارة عن أن لونس روكيت فيه مجموعة من الصواريخ تنطلق من نفس القاذف. وكاين عندها مقابل عند الروس اللي هو السميرش. السميرش هذا عنده نفس الخصائص وربما يتعدى حتى الهيمارس، هذه موجود عند الروس وباعته للجزائر. لكن بطبيعة الحال المغاربة لما يشريوا أقل شيء، يعني حاجة ب 250 ب 500 مليون دولار، ما تساوي شيء. صفقات السلاح تبدأ من مليارين، من 3 ملايير، من 4 ملايير، 5 ملايير إلى آخره. تصور تشري منظومة صواريخ ب 500 مليون. لكن الشيء ماشي هذا هو اللي راح نتكلموا عليه كثير. احنا راح نركزوا على كيف يديروا البروباغندا والدعاية. هي أولا المغرب كان يطالب بشراء طائرات بدون طيار، الرابتور، ماشي الرابتور، الام كيو 9 رابتور الله أعلم، وحاول أيضا بشراء بعض الأسلحة، لكن الأمريكان ما باعولوش. لماذا؟ لأن طريقة بيع السلاح عند الأمريكان يمروا أولا بوزارة الخارجية، ثانيا يمروا بوزارة الدفاع اللي هي البنتاغون، وتأتي العقبة الأخيرة اللي هي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي. ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي كان يترأسها إنهوف، واليوم جاء واحد صديقه نفس الشيء من نفس المدرسة. بطبيعة الحال الأمريكان إذا باعوا هذه المنظومة من الصواريخ راح يأخذوا دائما في عين الاعتبار حلفائهم في المنطقة. كاين الإسبان، لأن هذه المنظومة باستطاعتها توصل للجزر المقابلة المياه الإقليمية للصحراء، ولا المياه الإقليمية المقابلة للمغرب. إذن راح يأخذوا بعين الاعتبار حليفهم الإسباني، مش راح يفضلوا المغرب على إسبانيا. وفي نفس الوقت راح يعطيوا شروط على هذا اللي يسموها المنظومة هذه. وفي نفس الوقت لنفرض جدلا أن هذه اللجنة اللي في الكونغرس اللي ما زال ما أعطتش الضوء الأخضر، لأنهم دائما يسبقوا وإحنا انتصرنا، وهذه عادتهم عادة لما يكونوا في صفقات بهذه الطريقة. إذا قام هذا اللي اسمه أزنار، اللي هو صراحة معروف بمواقفه ضد المغرب، وهو خوسي ماريا أزنار، اللي تكلم في الجدال السياسي اللي وقع داخل إسبانيا. وبطبيعة الحال نقلت وكالة أوروبا بريس وبعض المصادر بما فيها رويترز أن فيه صفقة لم تكتمل، مزعومة بوتنسيال كما يقولوا بالفرنسي، لكن المغرب قال لك تلقى وباع واشترى إلى آخره وانتهينا. لكن احنا راح ناخذه جدلا لنفرض المغرب تلقى بهذه الأشياء هذه. هل سيوظفها ضد من؟ راح يوظفها ضد الجزائر؟ ما راح يستطيع، ما راح يستطيع صراحة، راح ينتحر. أولا أنا مانيش هنا صراحة باش نتصرف مثل ما يتصرفوا الأبواق تاع المخزن، الأبواق المعروفة تاع المخزن. القوة النارية للجزائر لا يستطيع المغرب يقف ضدها. وضعنا لكم صورة في هذه المداخلة البعض الأسلحة، تكلم وضع لها نقاط، بعض الأسلحة اللي تملكها الجزائر.
حطينا منظومة السمرش، هذه منظومة السمرش اللي هي تعادل الهيمرس هذه ومعروفة. حطينا لكم منظومة الاس 400، حطينا صواريخ الاسكندر الباليستية، حطينا على هذا الدبابة ترميناتور الأخيرة BMP ترميناتور الأخيرة، حطينا لكم البانتسير، حطينا لكم صواريخ الكاليبر اللي تمتلكها الجزائر وتنطلق من الغواصات. يعني هذه الترسانة العسكرية وما خفي أعظم، دون أن نحن نتكلموا على الأس 300 ولا على الدبابات T90 ولا نتكلموا على الطور ولا على البوك ولا أنظمة الدفاع اللي موجودة عند الجزائر. وما خفي أعظم، حط تحت الطاولة سوخوي 57، هذه القاذفة الطائرة الشباحية، القاذفات سوخوي 34 إلى آخره، سوخوي 30. يعني صراحة لما يوضع جلوبال فاير باور الجزائر في المرتبة 26 والمغرب في الخمسينات، فهذا ماشي شيء منطلق من فراغ ولا حبا في الجزائر. لكن أنا حب كيف نقرأ هذا الإعلام وهذه الزوبعة اللي حطها الإعلام المغربي فوق الهيسبريس، كل الصرف الصحي، الصحيفة إلى آخره، برلمان كوم إلى آخره، هذه كلها للداخل. لأننا راح نتكلموا في فيديو آخر على من يحكم المغرب، عن الأوضاع الخطيرة اليوم اللي راهو يعيشها القصر المخزن، القصر حاليا والمغرب، سواء من ناحية عدم الاستقرار السياسي، الخلاف اللي موجود داخل القصر إلى آخره. لكن هذا اللي اسمه باش نرجعوا لموضوعنا خوسي ماريا أزنار، اللي هو صراحة لا يتفق مع ساباتيرو في سياساته، وبطبيعة الحال كل الطبقة السياسية الإسبانية وكل الأحزاب السياسية لا تتفق مع ساباتيرو، وراي جاية أزمة جديدة في المستقبل. وراح تتذكروا كلام هذا العبد الضعيف أو هذا العبد المسكين، أن في أزمة قادمة على الأبواب بين المغرب وإسبانيا، وهكذا تكتمل العزلة للمغرب. راح يصبح معزول، لا موريتانيا معاه، لا تونس معاه، لا الجزائر معاه، لا النيجر، لا المالي، لا فرنسا، لا إيطاليا، لا إسبانيا. الاتحاد الأوروبي، كثير من الدول في أمريكا اللاتينية، اليوم الاتفاق السعودي الإيراني، عودة سوريا، معناها العزلة الحقيقية. راح نتكلم على هذا الموضوع، لكن أنا حبيت غير نتكلم على بعض النقاط، وأقول أن هذا اللي اسمه أزنار، مع احتراماتنا الأزنار ولا آخره، لكن أنا أظن حسب قراءتي الكلام على الهيمرس هذه وعلى أنها تشكل خطرا على إسبانيا، وفي نفس الوقت يتكلم على أن حكومة صب هذا اللي اسمه سانشيز هذه ما نجحتش باش تبقى تأخذ تبقى مكانتها مهمة لدى الأمريكان. لكن هذا كلام صراحة أنا ما أخذ به. أنا نعرف بأن الإسبان حلفاء الأمريكا. كاين جزيرة طروطة اللي موجود فيها بعض السفن الحربية الأمريكية اللي تحمل رؤوس نووية، معروفة أن إسبانيا هي اللي موجود فيها السلاح النووي الأمريكي، وهي حليف مقرب من أمريكا. ولا أظن أن الكونغرس ولا الأمريكان راح يمدوا سلاح قوي اللي راح يقلب ميزان القوة في هذه المنطقة، وخاصة بالنسبة للمغرب. وهذه الأسباب، ما هي لا قصة الجزائر ولا هم يحزنون. الجزائر أقوى من المغرب، والأمريكان يعرفوها والتصنيفات يعرفوها. إذن أتمنى أنني وفيت، وتسمحوا لي ربما ما وظفتش العبارات الجيدة، وما وظفتش ربما الكلمات الجيدة. أتمنى إن شاء الله أننا نلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.